صحيت من النوم على صوت غريب كده، صوت حشرجة كأن واحد بيتخنق. فقمت فتحت عيني وبدأت ألف حواليا وبصيت جنب مني، لقيت مراتي نايمة وتقريبا كده كانت بتموت. حاولت إن أنا أفوق فيها، مش عايزة تفوق. فقمت بسرعة جبت كوباية مية ورحت علشان أحاول أفوقها بيها، عايز أشربها، ولكن طلع منها صوت كده، صوت غريب. فضلت تقول لي لأ، ابعد عني ومش عارف إيه. مش فاهم أي حاجة. ومرة واحدة لقيت عينيها دي اتبدلت وبقت بيضة. فبصراحة رجعت ورا كده، خفت. أول مرة أقابل حاجة زي كده، ما كنتش عارف أعمل إيه. فضلت واقف بعيد عنها لحد ما لقيتها طلعت على السرير تاني وراحت نايمة. رحت جنبها كده وبالراحة وفضلت أفوق فيها، بسمة يا بسمة، لحد ما فقت وقالت لي: إيه يا نبيل، في إيه؟ قلت لها: في إيه؟ في إيه أنت؟ إيه اللي كنت فيه ده؟ قالت لي: يا ابني في إيه؟ ما أنا نايمة وأنا عملت حاجة. قلت لها: نايمة؟ طب نامي. وسبتها ورحت طالع من الأوضة دي وفضلت قاعد لحد الصبح. من حسن حظي إن أنا تاني يوم كنت أجازة من الشغل. لما فاقت تاني يوم حكيت لها على كل اللي حصل. يا بنتي ده انت ما كنتش انت، وكان صوت تخين كده، صوت راجل أصلا، وعملت حركات غريبة وحشرجة وعينيك ابيضت. قالت لي: أنت بتهزر، ما تخوفنيش. قلت لها: والله ده اللي حصل. فقالت لي: لا، تلاقيك كنت بتحلم بس. قلت لها: ماشي خلاص. ما رضيتش برضو ان انا اخوفها قوي، علشان انا معظم الوقت ببقى في الشغل وهي بتبقى لوحدها، فبدل ما تاخدها حجه وكل شويه الاقيها عند اهلها وتقول لي: اصل انا بخاف اقعد لوحدي. فرحت ساكت وقلت لها: خلاص. بعد يومين بالظبط كنت قاعد على الكنبه في الصاله ومشغل ماتش وقاعد بتفرج عليه. كنت سامع صوت حاجه عمال تدبدب، كانك ماسك خشبه ولا سكينه وعمال تضرب بيها. كنت عارف ان هي في المطبخ، بس بتعمل ايه الحركه المستمره دي؟ انت بتعملي ايه؟ بسمة انت كويسه؟ في حاجه؟ ما ردتش عليا. فرحت قايم من مكاني ورحت داخل على المطبخ. دخلت لقيتها واقفه على الرخامه بتاعت المطبخ وماسكه سكينه في ايديها وعماله تضرب بيها. كانت قدام منها فلفل، ماسكه فلفلايه كده وعماله بتقطع فيها. بس الوضع كان غريب. بص عليها كده كانها سرحانه، يعني عماله بتضرب وسرحانه. فهزتها: بسمة يا بنتي انت كويسه؟ مش عايز ترد عليا وعماله برضه مستمره بالسكينه. فخفت عليها بصراحه، لحسن تعور نفسها ولا حسن تغزني انا كمان، ممكن تكون مش في وعيها اصلا. فمسكت ايديها كده وحاولت اخد منها السكينه، ولكن لقيتها راحت بصالي كده وضحكت ضحكه عمري ما هنساها. وقالت لي: امشي اطلع بره، انا مش عايزاك، انا عايزاه هو. فقلت لها: بنتي استهدي بالله بس، هو مين؟ اهدي اهدي. فقالت لي: بقول لك اطلع بره. فقلت لها: طب اهدي بس، هعمل لك اللي انت، هطلع وهطلع بس سيبي السكينه. فقالت لها: ابتسمت اكتر وراحت رمت الفلاية اللي كانت في ايديها على الجنب وحطت صباعها على الرخامة وراحت دبة السكين عليه وطيرت عقلة من صباعها. طبعا الدم كان مغرق الدنيا كلها. انا اول ما شفت المنظر ده اتخضيت. ايه اللي حصل ده؟ كانت بتضحك ولا كانها حاسه بحاجه. خدت منها السكينه بسرعه ورحت طالع من المطبخ، قفلت باب المطبخ ورحت طالع متصل على اخوها وقلت له يجي لي حالا. في وقت قليل كان اخوها عندي. اول ما وصل طبعا كان مستغرب: ايه اللي حصل ده؟ ايه اللي انت عملته في اختي ده؟ قلت له: عملت في اختك انت؟ هتلبسني مصيبه انت كمان، ما هو اديك شايف، لا فاكره حاجه ونايمه، هي مش فاكره اي حاجه. قال لي: طب انت سايبها كده ليه؟ ما جبتلهاش دكتور ليه؟ قلت له: انا مش عارف اعمل حاجه. فقال لي: ماشي. راح نزل وراح جايب دكتور من الصيدليه اللي تحتينا ورحت لها، والدكتور غير لها على الجرح كده وقال لي: دي لازم تتنقل المستشفى دلوقتي. فنقلناها على المستشفى وعملوا اللازم، وبالليل خدناها وطلعنا على البيت. طبعا هي مصدومه لما فاقت بقى، مش فاكره اي حاجه. يا بنتي ده انت عملت واحد اتنين تلاته، انا مش فاكره، ما اعرفش اللي حصل ده حصل ازاي. والدكتور قال لي ان ممكن يكون عندها صدمه عصبيه او حاله نفسيه هي اللي بتخليها تعمل كده، فانت لازم توديها لدكتور نفسي يشوف حالتها، ولازم تفضل جنبها الفتره دي بدل ما تاذي نفسها. فخدت اجازه اسبوع من الشغل وبقيت قاعد معاها، مش ضامن ايه اللي ممكن يحصل. بقيت قاعد عيني عليها. المره اللي فاتت قطعت عقله من صباعها، المره الجايه لا قدر الله ممكن تموت نفسها. طول الأسبوع ده حالتها كانت تصعب على الكافر،
وتقريبا ما كنتش قاعد معاها لوحدي، اهلها كانوا بيجوا وبيقعدوا معايا، لان اللي بيحصل لها كان غريب ومش مفهوم. دي مش بسمة اللي انا اتجوزتها، دي واحدة تانية خالص. بقيت اصحى بالليل الاقيها رايحة جاية في الأوضة كده وهي بتكلم نفسها: يا بنتي، يا بنتي بتعملي ايه؟ ما ترديش عليا. انا بصراحة ببقى خايف. الصوت اللي بيكلمني ده مش صوت مراتي، كانت بتهددني انها هتقتلني، ولكن برضه مش فاهم، مش عارف اعمل ايه. لحد ما اهلها اقترحوا ان احنا نجيب شيخ يشوف مالها. نزلت من البيت وطلعت على المسجد. عندنا كان في شيخ اسمه الشيخ رمضان، كان راجل كبير كده بتاع شيخ كبير وليه بركات زي ما بيقول. فقلت له: يا شيخنا الامر واحد اتنين تلاته، تعالى معايا. فقال لي: ماشي يا ابني، هاجي معاك. طلع معايا على البيت، فتحنا، كان موجود اخوها وامها. فتحت الباب ودخلت، والراجل دخل ويقول: بسم الله. اول ما دخل كده فضل يبص للمكان، قال لي: اعوذ بالله، اعوذ بالله. ورحت داخل وقعد، ورحت داخل انا في الاوضه اللي هم فيها. قلت لهم: الشيخ معايا بره. طبعا بسمة في الوقت ده كانت نايمه على السرير وفي دنيا غير الدنيا. بصيت لي كده وبرقت لي، قالت لي: خليه يطلع بره، طلعه بره، احسن لك واحسن لكم كلكم. الصوت صوت راجل، ومش اي راجل، صوت راجل تخين كده. فاخوها قال لها وامها: يا بنتي استهدي بالله، الراجل هيقعد معاكي وبتاع ويقرا عليكم القران، مفيش اي حاجه. فابتسمت وقالت: ماشي هاتوه. فطلعت بره وقلت لعم الشيخ، قلت له: تعالى يا عم رمضان اتفضل. عم رمضان دخل معايا وماسك السبحه بتاعته وعمال يسبح بيها. وفتحت باب الاوضه ودخل وبيقول: يا ساتر. دخل، اول ما شافها بص لها كده وقال: اعوذ بالله. وقعد جنبها وفضل حط ايده على دماغها وقعد يرقيها يعني ويقرا القران ويقول اذكار وكده. لقيته مره واحده غمض عيني وسرح في ملكوت ربنا. وبسمه فضلت تتشنج وتصوت وبتاع وتحاول تشيل ايده، بس ما كانتش قادره تشيل ايديه من على دماغها. وانا واخوها وكده كنا مكتفين رجلها جامد وبتاع علشان ما تحاولش تاذيه ولا تاذي نفسها. لحد اما فجاه الراجل قام من مكانه واتنفض كده وراح بعيد، وفضل يقول: يا ساتر، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. وطلع على بره الاوضه وانا طلعت وراه. قلت له: في ايه يا عم الشيخ؟ قال لي: يا ابني حصن بيتك، حصن بيتك كويس. الاذى اللي موجود عندك ده سحر، وسحر اسود. قلت له: طب اعمل ايه؟ قال لي: ما تعملش، انا اللي هعمل، بس مراتك دي ولا بلاش. يومين بالظبط وهعدي عليك تاني. فقلت له: ماشي. الراجل مشي وانا فضلت قاعد مش فاهم اي حاجه. ومن بعد اللي حصل ده وبسمع زي ما هي، مفيش حاجه اتغيرت. فبعد يومين بالظبط لقيت الشيخ رمضان بيخبط عليا الباب. فتحت له وفرحت اول ما شفته. قلت له: يا عم الشيخ، ايه اللي حصل؟ عملت ايه؟ فقال لي: خلاص يا ابني، كل حاجه اتحلت. انا بس محتاج اقعد مع مراتك دقيقه بالظبط، هعرف منها حاجه بس. فقلت له: ماشي اتفضل يا ريت. فالراجل دخل. اول ما شافته حسيت ان هي فاقت شويه كده، فاقت بس اللي هي في صدمه، عماله تعيط وكده وبتقول كلام غريب، اللي هو: انا في ايه؟ انا مش فاهمه حاجه وبتاع. فالشيخ قال لها: دفنتي فين؟ فهي في الوقت ده فضلت تعيط تعيط جامد، وقالت له: دفنته تحت سيراميك الحمام. فالراجل طلع ودخل على باب الحمام، واول ما دخل: اعوذ بالله من الخبث والخبائث، وراح طلع تاني. قال لي: عندك شاكوش؟ قلت له: اه. راح مسك الشاكوش وفضل يكسر في السيراميك وعمال يحسس كده كانه بيدور على حاجه، وانا مش فاهم حاجه ايه اللي بيحصل. وفضل يحفر في التراب اللي تحت السيراميك لحد ما طلع شنطه بلاستيك سودا كده صغيره. خدها وفضل يقول عليها كلام كده قران وكده. وبعدها قال لي: هروح مشوار وهجيلك. وجالي بعدها بساعتين وقال لي: تعالى يا نبيل، عايزك هنقعد على القهوه بس تعالى. فنزلت انا وهو قعدنا على القهوه اللي تحت البيت عندي. وقلت له: في ايه يا عم الشيخ؟ انا مش فاهم حاجه. قال لي: بص يا ابني، انا هقول لك على كل حاجه، بس مش عايزك تتسرع في رد فعلك، اسمع كلامي للاخر. فقلت له: اتفضل قول. قال لي: بص، اللي حصل زي ما قلت لك كان سحر، وسحر اسود، بس رد. فقلت له: يعني ايه؟ مش فاهم. قال لي: بص، مراتك كانت عامله سحر لمرات اخوك، الله اعلم بقى علشان ايه، علشان ورث بقى، علشان الله اعلم علشان ايه. المهم يعني ان ده اللي حصل، وده انا عرفته في اول مقابله قابلتكم فيها.
واليومين اللي فاتوا كنت بحاول اعرف مين المؤذي اللي عمل كده، وعرفت هو مين. ولما اتأكدت جيت لك علشان اعرف هي دفنة فين. وكويس ان عرفت ان هي دفنة في المكان اللي هي قالت عليه في الحمام، وخدت العمل وخلاص انا اتصرفت فيه. والمهم يعني دلوقتي مراتك خلاص بقت كويسة. البيت بس عندك محتاج ان هو يتحسن. هاجي اقرا لك قرآن كتير، سورة البقرة والمعوذتين وآية الكرسي ما يتقطعوش من البيت. وهديك ازازة مية مرقع عليها تشرب انت وهي منها. فما كنتش مستوعب اللي هو بيقوله، مراتي تعمل سحر؟ طب ليه؟ قلت له طب حتى يعني لو كلامك صح، اللي حصل لها ده حصل لها ليه؟ قال لي ما هو دي حاجة اسمها رد. مرات اخوك راحت لواحد علشان يشوف حل في اللي هي فيه. اصل مرات اخوك كمان كانت تعبانة. فقلت له ايوه فعلا، اخويا قال لي انها تعبانة جدا. فقال لي الراجل اللي هي راحت له ده عمل لها حاجة اسمها رد السحر على الساحر. علشان كده مراتك هي اللي اتأذت ومرات اخوك خفت. بس دلوقتي خلاص ربنا ان شاء الله هيشفيها من عنده. قال لي بس بص، مراتك اتعلمت اللي شافته برضو ما كانش شوية. فانت يا ابني احتويها لوجه الله، انسى اللي هي عملته وحاول ان انت تهديها. وانا اوعدك ان هي حالها هينصلح للاحسن بعد كل الاهوال اللي هي شافتها. فقلت له ماشي يا عم الشيخ. سبته وطلعت على البيت عندي وقعدت مع بسمة وحكيت لها على اللي عرفته. ولقيتها فضلت تعيط وقالت لي انا غلطانة، انا عملت كده بس علشان هما خدوا كل حاجة منك، خدوا الشقة اللي ابوك سايبها لك وضحكوا عليك وبتاع. قلت لها يا ستي انت مالك، انا حقي ده سبته لوجه الله، فتقومي انت تأذيهم علشان تاخدي حقنا؟ ففضلت تعيط وتترجاني وبتاع. بعدها حالها فعلا انصلح، بقت تصلي وبتاع وانا كمان حالي انصلح وبقيت اصلي معاها. وعرفت ان السحر مش بس بيأذي اللي اتعمل له، ده كمان بيأذي اللي عمله. ويا ريت الناس كلها تاخد بالها من النقطة دي، ان كل واحد بيأذي هيتأذي، ومفيش حد بيأذي كده وخلاص. الأذى لما بيجي لك ده بيبقى جاي لك بأمر ربنا، بيبقى ابتلاء. ربنا بيشوفك هتستحمل وتقول الحمد لله ولا لا، وبس كده. ودي كانت تجربة رعب من تجاربنا. ولو انت أول مرة تشوفني أنا محمد نبيل، ولو حضرتك مش بتخاف فتقدر تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد، وتعمل لايك للفيديو وتسيب لي تعليق حلو زي كده. وبس، كان معاكم محمد نبيل، أشوف وشكم على خير.